عمارة رشدي هي عمارة مشهورة جدا في اسكندرية في حي رشدي، وبالتحديد عند تقاطع شارع أبو قير مع شارع سوريا. وبتعود شهرتها للقصص والأساطير الكتير اللي نسجت حواليها باعتبارها مسكونة أو ملعونة. اتبنت عمارة رشدي في الستينات من القرن العشرين، واتقال إن صاحب الأرض كان في نيته إن يوهب جزء من الأرض لبناء مسجد، ولكن أثناء تشييد العمارة تم تجاهل هذا الوعد. قيل إن اللعنة حلت عليها، وكمان في هناك روايات بتقول إن أحد العمال أثناء البناء سقط ومات في الأساسات، وفضل جسده مدفون تحت المبنى. من ساعتها بدأت الشائعات تنتشر عن أصوات بيسمعوها بالليل، وأضواء بتظهر وتختفي داخل الشقق، وشعور المستأجرين إنهم مخنوقين، ووقوع حوادث مريبة. والبعض كمان ادعى إنه شاف أشباح من النوافذ. حوادث وفاة غامضة اتقال من سكان العمارة إن واحد فيهم تعرض لمصير غامض أو حادث مميت، برغم إنهم كمان كانوا بيسمعوا أصوات وأقدام بتمشي بالليل في الشقق اللي المفروض إنها فاضية، وانقطاع الكهرباء والمية بشكل غير مبرر رغم عدم وجود سكان. كلب الحراسة اللي لقوه ميت بشكل غريب ومش عارفين ايه السبب. وبالرغم من كل القصص دي، في ناس هناك بتأكد ان اللي بيحصل مجرد شائعات مبالغ فيها. وحسب شهادات بعض السكان المجاورين للعمارة، كانت فاضية لسنوات بسبب نزاع قانوني كان طويل بين الورثة والمستثمرين، ولكن مش بسبب لعنة أو غموض حصل في العمارة. العمارة الشكل المعماري غريب والنوافذ الغامقة هي دي اللي ساعدت على تضخم الأسطورة. أصبحت عمارة رشدي رمز من رموز القصص المخيفة في مصر، حتى إن بعض صناع الأفلام والروايات استخدموا الاسم في أعمالهم، مثل رواية عمارة رشدي اللي أنتج عنها فيلم سنة 2017. يتقال إن في شاب مغترب جه اسكندرية علشان يشتغل، وراح للسمسار علشان يأجر شقة يسكن فيها. السمسار وداه عمارة رشدي لأن الشقة كانت بسعر قليل، وطبعا الشاب وافق فورا. الليلة الأولى أول ما الشاب سكن في الشقة بقى يسمع بالليل أصوات فوق السقف، برغم إن هو كان في آخر دور وما كانش فيه حد ساكن فوقه. وبالليل ابتدى الصوت يقرب كأن في حد ماشي جوه الشقة. طبعا الشاب تاني يوم خد بعضه وساب الشقة ومشي منها، ويقال بعدها بفترة بسيطة إن الشاب ده مات في ظروف غامضة. القصة التانية قصة العروسين. بيتقال إن في عريس وعروسة اتنقلوا وعاشوا في العمارة، لسه متجوزين وعرسان جداد. أول ليلة كانوا بيحتفلوا بصوا لقوا النور اتطفى ويولع تلقائي، يطفي ويولع، وبعدين سمعوا أصوات بكاء جاي من الحيطان. لما خرج العريس علشان يشوف فيه ايه، بص لقى الكلب اللي كان بيحرس العمارة ميت قدام الباب بشكل غريب، وواضح على وش الكلب علامات الرعب. العريس جري من الشقة وبعدها فارق الحياة. ودي من الحاجات الغريبة جدا بشكل يعني الناس. يقال كمان إن خلال بناء العمارة سقط أحد العمال في البير بتاع الأسانسير ومات في ساعتها، قبل ما الأسعاف يجي كان مات. والغريب إن الجثة ما طلعتش من بير الأسانسير، لم يتم انتشالها وفضلت داخل البير لحد اليوم. الناس بتقول وبيتردد كلام كتير عن الموضوع ده إنهم دايما بالليل في الضلمة بيسمعوا صراخ العامل ده،
بيسمعوا صراخ كتير برغم إن الأسانسير ما تمش تشغيله. وفي ناس بتأكد، بعض السكان المجاورين، إنهم اعتادوا رؤية الشبابيك بتتفتح وبتتقفل لوحدها رغم إن العمارة فضيت، كل اللي بيدخل يسكن فيها بيسيبها ويمشي. وفي بعض الليالي بتظهر أنوار داخل الشقق وبتختفي لوحدها. ملك العمارة مرة جاب حارس ومعاه كلب كبير عشان يحرس العمارة من الناس اللي يعني المتطفلين أو الحرامية. في الليلة الأولى الكلب فضل يهوهو، ما بطلش هوهوة، وهم محدش شايف حاجة. وفي اليوم التاني لقوا الكلب ميت على باب العمارة، وعلامات الرعب والخوف باينة على وش الحارس، لكن ما قالش هو شاف ايه ولا حصل ايه. دي أشهر الحكايات اللي اتحكت عن عمارة رشدي، ولكن لا يوجد دليل مادي على صحتها، لكنها بتعيش في ذاكرة الناس كجزء من أسطورة العمارة الغامضة، عمارة رشدي اللي في اسكندرية، وكده اتحولت لمادة دسمة لعشاق قصص الرعب.